الكونفدراليه خلي بالك برضو، انت كلاعب لما بتتحط في مكانه او في منافسه او في بطولات بطولات. ليه بالكونفدراليه قوي كده؟ بحس ان في استقلال لا بالكونفدراليه. انت خلي بالك بطوله افريقيا لا بطوله كبيره، بس في بطوله رقم 1 في بطوله رقم 2 في دوري وفي كاس. بطوله افريقيا هي اللي بتودي كاس العالم للانديه، وهي التارجت لاي لعيب. خلي بالكم الوداد هيلعب السنه الجايه في الكونفدراليه في وقت يا كابتن، والرجاء هيلعب في وقت يا كابتن لما كان اللي في دور الثمانيه تقريبا ما بيتاهلش كان بينزل. ايوه الاهلي لعب في الكونفدراليه ولما خدها كانت لا كانت البطوله في الوقت ده اقوى من دلوقتي. يعني شكل الكونفدراليه دلوقتي ما بقاش زي ما كان اللعيبه الفرق بتخرج. مقابل سيو سبورت في النهائي، يعني الاهلي كان مقابل سيو سبورت في النهائي. خلي بالك فرحه الاهلي بالكونفدراليه برضه مش زي دوري ابطال افريقيا. ده الاستاد ابيض، انت ما شفتش الجون بتاع عماد متعب يا كابتن؟ الملعب اترج، الملعب ولع عشان جون جاي في اخر ثانيه. لا يا كابتن احنا في سنه من السنين الجيل بتاعنا لعب سنه واحده في الكونفدراليه، كنا خرجنا من دوري ابطال افريقيا وبضربات الجزاء ورحنا ولا قدام فرقه من انجولا ورحنا الكونفدراليه. ايوه كان ابو تريكه وعماد متعب وبركات ولافيو وبتاع. احنا كلاعيبه صراحه كنا ما يعني مش هقول لك كنا مكسوفين شويه واحنا بنلعب في الكونفدراليه. لا والله. والله. يعني بالجيل ده بالاسماء ده ازاي نكون متواجدين في بطوله زي دي، وبطوله دوري ابطال افريقيا هي البطوله الاقوى. سانتوس الانجولي تقريبا حاجه كده. لا ما اتغلبناش، احنا كسبنا 3 في مصر واتغلبنا 3 هناك والركلات ما كنتش ترجيح. رحت ده المكسوف ما كنتش رحت يعني ده مكسوفين اصلا ما كنتش رحت. ناخد